أهلا بكم يا أصدقائي. كلنا شفنا الحلقة اللي فاتت واللي قدر فيها السيد عثمان ينجو من فخ السيد قراصي، واللي كان الهدف منها إنه يعطله عن إنقاذ أروهان. في الوقت نفسه قدر أروهان يتخلص من حصار جنود القائد لوكاس، واللي كان لسه بيطاردوه علشان يجي السيد عثمان في الوقت المناسب ويلحق بأروهان وهوليفيرا. أروهان استغل الفرصة وطلب إيد هوليفيرا، فوافق السيد عثمان وأمر بإقامة حفل زفاف في الحال. من ناحية تانية، لما عرف القائد لوكاس بهروب هوليفيرا مع أروهان خرج عن شعوره وقرر الانتقام من عثمان وابنه أروهان، وفعلا راح للسيد عثمان وهدده بالانتقام لو ما سلمش هوليفيرا، لكن السيد عثمان رفض وقال له ده الميدان ورينا هتعمل ايه. كمان القائد لوكاس ما استناش وراح للسيد قراصي يتحد معاه وطلب منه انه يعد جنوده من اراضي السيد قراصي علشان يسترد قلعة قراضين. مش بس كده، كمان قتل الكاهن واتهم فيها أروهان ان هو اللي قتله علشان يصنع تمرد اهالي الروم في سقوط. وفعلا حصل اللي عايزه وحصل تمرد، واهالي الرومان حرقوا سقوط ودمروا اغلب المدينة. ساعتها وصل السيد عثمان سقوط اللي شاف كمية الدمار اللي فيها واكتشف ان فيه قوة اكبر من اهالي الرومان اللي خططت للتمرد ده. في الوقت ده استغل القائد لوكاس انشغال السيد عثمان بتمرد سقوط وجهز جيش كبير جدا علشان يسترد قلعة قراضين من تاني، لكن ألباي قدر يتسلل مع جنود القائد لوكاس ووصل خبر غزو قراضين للسيد عثمان علشان يلحقها قبل ما تسقط، اللي ساعتها اتأكد السيد عثمان ان تمرد سقوط وراه القائد لوكاس والهدف منه هو إلهائه علشان هدفه الأكبر انه يسترد قلعة قراضين. وساعتها قرر السيد عثمان انه يتجه ناحية قلعة قراضين مع جنوده، لكن تحصل المفاجأة ويجي السيد قراصي ويوقف لوكاس عن استرداد قلعة قراضين، ولمح ان السيد عثمان خسر اكتر من ان لو خسر القلعة نفسها. فيا ترى السيد قراصي بيخطط لايه وناوي يعمل ايه مع السيد عثمان؟ كمان السيد عثمان هيرد ازاي على لوكاس واللي كان سبب تمرد سقوط؟ شفنا كمان ظهور صوفيا واتحادها مع لوكاس وقتل باي سونغر في الإعلان الأول. كل ده هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله، تابعون.